انا هاجي اخد كل حاجتي مره واحده وكل اسبوع، دي اولا. ثانيا ان هيكون اقل من السوق الخارجي. فكره حلوه ومرتبه والكشاك نظيفه جميله يعني. اسواق حضاريه زي اوروبا بالظبط. في الزحمه دي ليه؟ لان هنا الاسعار مريحه وفي نفس الوقت البضاعه كمان نظيفه ومخدومه. الاسعار معقوله اقل من السوق. يعني انا شايفه في فعلا نسبه بين يعني احنا شفنا الفراخ لقيناها اقل فعلا من السوق ب 20 جنيه. اي فرد او اي مواطن يلاقي مكان كويس يروح يشتري منه الحاجه بتاعته نظيفه ويقدر ومضمونه في نفس الوقت، وبعدين في نفس الوقت السعر اقل من بره. جميل جميل جدا، دي مساله ناجحه قوي قوي وحلوه قوي، ويا ريت تستمر، يا ريت تبقى مرتين في الاسبوع حتى. مشهد جميل جميل وسوق حضاري وحاجه جميله، يعني حاجه ممتازه. موجودين في سوق اليوم الواحد اللي بيتم بتعاون مشترك ما بين محافظة اسكندرية مع الغرفة التجارية مع السفارة الإيطالية والقنصلية الإيطالية. طبعا احنا حضرنا على مدى الأسبوعين 3 اللي فاتوا، كان في افتتاح رسمي من دولة رئيس الوزراء يوم الخميس أثناء تنفيذ يوم المدن العالمي يوم 31/10، وطبعا حصلت جولة تفقد للسيد دولة رئيس الوزراء للسوق ده. وطبعا الاسبوع اللي قبله كان في حضور للسيد وزير التموين والسيد وزير الزراعه الايطالي، وده كان تعاون وثمره تعاون مشترك بيننا كمحافظه مع الغرفه التجاريه. احنا النهارده بنحاول نقدم كل السلع المناسبه للمواطن السكندري في مناطق واحياء مختلفه في اسكندريه. نموذج النهارده في مكان تاني بنقدم فيه السلع كلها اللي تهم المواطن من انواع البروتين، لحوم وفراخ وخضار ولبن وعيش وخضروات وفواكه. بنحاول ان احنا كمان نبقى نكسر في سلسله من حلقات التسعير اللي موجوده من المصادر الرئيسيه سواء من المزارع او من مصادر الانتاج الى ان تصل الى ايد المزارع. الكلام ده كله طبعا هو العائد اللي فيه عائد على المواطن، ان احنا توفير المتطلبات من السلع باسعار مناسبه تكون في قدره المواطن داخل مدينه الاسكندريه. ان شاء الله احنا باذن الله على ثقه ان التجربه دي احنا ده المره الثالثه اللي بننفذ فيه، وان شاء الله هذه التجربه هتعمم في الاسكندريه في مناطق كتير في اسكندريه عشان نقدر ان احنا نوصل السلع باسعار مناسبه للمواطن السكندري في جميع الاحياء اللي موجوده في اسكندريه. سوق المزارعين بالاسكندريه. اليوم تواجدنا لنرى ماذا تفعل محافظة الإسكندرية مع الشعب كي تساعده كي يستطيع أن يبيع بضاعته ويتسوق ويتجول حتى للمستهلكين. الأسعار تكون في المتاح وفيما نقدر أن ندفعه وفيما نقدر أن نأكله. هذا مكان اليوم في منطقة الآثار العظيمة بالمسرح الروماني. خلفها كان هناك سوق المزارعين أو ما يسمى سوق اليوم الواحد. بشكر وزير الزراعة وبشكر الرئيس، وأنا النهارده اشتريت حاجات أسعارها حلوة جدا جدا بالنسبة لأسعار السوق عندنا. جبت طماطم وجبت بصل يعني وكمان قسولي الضغط وقسولي السكر. وأنا بشكركم جدا جدا على المقابلة الجميلة دي. شكرا. والله النهارده انا كنت في السوق النهارده صرت على الفتح السيد المعلم السيد المحافظ، فحاجه جميله جدا الحمد لله، واسعار كويسه للمواطنين. اللحمه ما شاء الله لحمه كويسه ويعني وبلدي ب 650 جنيه كيلو، والاسعار كلها بصراحه جميله، ويا ريت يستمر هذا الوضع باذن الله تعالى ان شاء الله تعالى. شكرا.
عشان ساكنين قريب من هنا ولقينا المعرض الجميل ده فقلنا نيجي نتفرج، وبدانا ناخد حاجات فعلا، وان شاء الله باذن الله هنجرب ونرجع تاني باذن الله يوم الخميس ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. انا بصراحه جينا المكان وقلنا نفكر فيه يا ترى شبه اوروبا فعلا ولا لا، بس ناقصها حاجات كتير قوي، نتمنى تبقى احسن واحسن. احنا عايزين بلدنا دي فعلا احسن. يعني في وجهه نظرك انت شايفه ايه اللي ممكن يكون اكتر يعني؟ يعني كل حاجه، كل تمام. الامكانيات اللي احنا عايزينها، كل حاجه. احنا شايفين النهارده البان حتى المخللات، شايفين كشف طبي. اوكي بس احنا عايزين احسن واحسن. جربتي تكشفي؟ الهلال الاحمر عامل؟ اصل زوجي دكتور فمش محتاجه اكشف. طب ربنا يخليه لك يا رب. ربنا يخليها لك يا رب. شكرا يا فندم. احنا لسه عارفين، كنا عارف من امبارح يعني في افتتاح النهارده، فاهم ازاي في السوق دوت، فاهم ازاي جيت النهارده يعني هتبقى اسعار مناسبه كويسه يعني، فاهم احسن من بره بكتير يعني. ربنا يصلح الحال يعني، ان شاء الله تبقى كده على طول يعني ان شاء الله. والله احنا لما سمعنا من السوق ده يوم الخميس حبينا نيجي يعني ونشوف ونجرب، وهي فكره جميله جدا ان الفكره دي معموله بره، وهنا لما تتطبق بالطريقه دي جميله جدا، لان الحاجه جايه من يعني من مكانها، من زراعتها فريش، جايه واسعار مختلفه برضه عن السوق. وحضرتك نفس الراي برضو؟ تمام يعني اسعار كويسه لان احنا شفنا يعني سافرنا بره وشفنا نفس بس طبعا هم لسه بادئين، بعد كده اكيد هيبقى في يعني حاجات كتير حلوه ان شاء الله. شكرا.